بسم الله. عيد الأم على الأبواب. بالتأكيد الأم دي مؤسسة، الأم دي شيء عظيم، الأم دي شيء مقدس. يا هناه الأم راضية عنه، يا هناه الأم بتدعي له، يا هناه الأم واقفة جنبه وبتطبطب عليه، ويا ويل الأم تبقى زعلانة منه، وإن كان الأم ما تعرفش تزعل، لأن الأم دي المدرسة الكبيرة، الكتلة حنية متحركة أو شلال حنية متحركة، بالتأكيد ما بتعرفش تزعل حتى مهما كانت الأسوأ. لكن عايز أقول الأم مهمة جدا في الرياضة. أي لاعب ناجح، أي لاعب متألق، بالتأكيد قبل الأب كمان، الأب بيصرف وبيدعم، لكن الأم اللي بتتواجد واللي بتتابع وبتقف جنب ابنها واللي بتروح معاه ماتشات، لو حتى في المطر بتلاقيها أول واحدة قاعدة في الماتشات، أول واحدة بتشجع. دي لمستها جدا جدا في المباريات البعيدة عن كرة القدم. حتى في كرة القدم الناشئين بتلاقي الأم موجودة، يمكن في الدرجة الأولى عشان نتيجة إن بيبقى فيه خلافات في الثقافة وخلاف في المشجعين ونوعياتهم، لكن في الألعاب البعيدة عن كرة القدم بتلاقي الأم رقم واحد في الملعب. الأم بتدعم، الأم بتزعق، الأم بتشخط، الأم بتفهم في الرياضة جدا اللي ابنها بيلعبها. الأم بتفضل بتشجع بمنتهى القلب. فالأم دي فعلا ربنا يخليها ويحافظ عليها ويحافظ على كل أمهاتنا يا رب. عايزكم من دلوقتي تحضروا أجمل هدية للأم، ويا بخته فعلا تاني وتالت وعاشر لأمه فعلا راضي عنه، لأن الأم دي بركتها كبيرة جدا جدا جدا. أنا فاكر ناس كتير كانت بتخش حتى وهي متزوجة تبوس إيد أمها ورجل أمها قدام أي حد. فأي خير بقى فيهم ده من دعاء الأم، أي خير ليهم من دعاء الأم. أي حد مزعل أمه يا ريت يصالحها عفوا، لأن في النهاية هو الخسران خسارة كبيرة جدا جدا. ربنا يخلي أمهاتنا ويحفظهم ويحفظ بلدنا، وكل سنة وكل أم طيبة وبخير وسعادة.